أنا عارف إنك دلوقتي ممكن تكون قاعد في بيتك بتتفرج على الفيديو ده وبتسأل نفسك إزاي أبدأ بيزنس من البيت وأنا لا معايا رأس مال ولا حتى عندي فكرة مشروع. بس خليني أقول لك على المفاجأة. أنت مش محتاج فلوس عشان تبدأ، أنت بس محتاج مهارة، ومهارة واحدة بس ممكن هي اللي تبني لك بيزنس حقيقي من بيتك. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة خطوة بخطوة. أنا محمد نادي، والنهاردة إن شاء الله هعرفك إزاي تقدر تبني بيزنس من البيت بدون أي تكلفة وتخلي المهارة هي رأس مالك. لو جيت قلت لك إنك تقدر تبدأ بيزنس حقيقي من البيت من غير أي فلوس ومن غير منتجات ومن غير حتى مكتب أو موظفين، هتصدقني؟ طب هقول لك على اللي أكتر من كده. في ناس فعلا بدأت كده من أوضتها بكام فيديو على اليوتيوب وبشوية صبر، والناس دي اتعلمت مهارة تسويقية، والنهارده بيكسبوا آلاف الدولارات وهم قاعدين في بيتهم. والكلام ده مش خرافة ولا حتى تحفيز على الفاضي، ده واقع وهثبته لك النهارده بالأرقام، وهنشوف ازاي انت كمان ممكن تبدأ النهارده بخطوات بسيطة وواضحة. طيب تعالوا في الأول كده نتكلم في الأرقام اللي هتخليك تصدق الكلام ده. في أمريكا لوحدها في أكتر من 36 مليون شخص بيشتغلوا من البيت في سنة 2025، والتسويق كان واحد من اكتر المجالات اللي الناس بتشتغلها اونلاين. يعني في ناس قاعدة في اوضتها وبتدير اعلانات لشركات، وفي ناس تانية بتكتب محتوى تسويقي وهي نايمة على سريرها ولابسة البيجامة. وعندنا في دراسة بتقول ان متوسط دخل المسوق اللي شغال من البيت حوالي 68 ألف دولار في السنة، يعني اكتر من 5000 دولار شهريا. وده بيكون المتوسط لان في ناس بتعمل اكتر من كده بكتير. يعني باختصار اللي عايز اقوله لك ان الموضوع مش هينفع ولا لا، الموضوع انت ناوي بقى تبدأ امتى. طيب وتاني حاجة هنتكلم فيها وهي ايه هي المجالات اللي انت تقدر تبدأ فيها من البيت. الفكرة كلها انك تبني بيزنس حوالين خدمتك مش منتجك. يعني بدل ما تدور على حاجة تبيعها، هتبدأ تتعلم حاجة تقدر تقدمها كخدمة لشركات او اصحاب مشاريع. والمجال اللي هنتكلم عنه النهارده هو التسويق الالكتروني، وده بيكون عالم مفتوح حرفيا لاي حد عنده وقت وانترنت. في مجالات جوه التسويق ممكن تبدأها من الصفر تماما وبدون أي فلوس، وأنا النهاردة هقول لك إن شاء الله على 5 مجالات في التسويق تقدر تبدأها وأنت حتى قاعد في أوضتك، وكل مجال فيهم هيبقى إن شاء الله مصدر دخل حقيقي لو بس ركزت عليه. وأول مجال عندنا وهو الكوبي رايتنج أو كتابة المحتوى الإعلاني. طب يعني إيه الكوبي رايتنج أو كتابة المحتوى الإعلاني؟ يعني إن أنت بتكتب كلام يخلي الناس تشتري، مثلا زي بوست او اعلان او حتى صفحة هبوط او ايميل. اي حاجة انت بتكتبها ويكون الهدف منها هو البيع او المبيعات اللي انت هتحققها من ورا اللي بتكتبه ده. كل الشركات بتكون محتاجة حد يكتب لها بطريقة تجذب العميل وتخليه يبدأ يشتري. فلو انت عندك اسلوب في الكتابة او دماغ بتلقط بسرعة، المجال ده هيكون عبارة عن كنز واتفتح ليك. طيب تبدأ ازاي بقى في مجال الكوبي رايتنج؟ اول حاجة انك تتفرج على اعلانات ناجحة وتحاول تفكر هي ليه الاعلانات دي شغالة، وبعدين هتبدأ تجرب تكتب نسخ شبهها لكن هيكون باسلوبك انت مش بنفس الاسلوب اللي انت شفته. وبعدين هتعمل بورتفوليو بسيط على كانفا وهتحط شغلك عليه. واخر حاجة وهو انك هتبدأ تعرض نفسك على اصحاب المشاريع او على مواقع زي مثلا موقع خمسات او مستقل، وهيبدأ يجيلك من عليهم شغل، بس واحدة واحدة وما تستعجلش. طيب وتاني مجال وهو الميديا باينج او اداره الاعلانات المموله، وده بيكون الشخص اللي بيدير الحملات الاعلانيه على فيسبوك او انستجرام او جوجل او حتى التيك توك، وهو اللي بيقرر يعلن لمين وهيعلن بفلوس قد ايه وازاي كمان يقدر يجيب افضل نتيجه باقل تكلفه ممكنه. الشركات حرفيا بتدور على الناس دي كل يوم، والموضوع بيكون محتاج تفكير وتحليل مش اكتر من كده. طيب تبدأ ازاي بقى في مجال الميديا باينج؟ اول حاجة هي انك تعمل حساب اعلانات تجريبي وتبدأ تتعلم عليه الاساسيات، وهتبدأ تجرب بحملات صغيرة في البداية حتى لو هتجرب ب 100 جنيه بس. وبعدين هتبدأ تراقب النتائج وتتعلم يعني ايه سي تي ار ويعني ايه سي بي اي ويعني ايه ار او اي. وبعدها هتبدأ تشتغل مع اول عميل بسعر رمزي عشان بس هتبني ثقة وشهادات من العملاء اللي انت بتتعامل معاهم. طيب وتالت مجال وهو إدارة السوشيال ميديا. كل البيزنس الصغيرة بتكون محتاجة حد يدير صفحاتها، بس ما يكونش أي حد، هي محتاجة حد يكون فاهم الناس بتحب إيه بالظبط، يعني إيه اللي بيخلي البوست يشتغل وإزاي تتفاعل مع الجمهور الصح. طيب تبدأ إزاي في مجال الميديا باينج؟ هتختار منصة واحدة وليكن مثلا منصة انستجرام،
وهتبدأ تشوف براندات صغيرة وتعمل لها خطة محتوى تجريبية، لكن تكون ببلاش، مثلا صور أو بوستات أو حتى أفكار، يعني شغل بسيط بس حاول تخليه بشكل احترافي. وبعدين بقى هتاخد النتائج دي وتعمل منها بورتفوليو ليك عشان تعرضه على الشركات أو أصحاب البيزنس اللي أنت هتتعامل معاهم، وهتبدأ بعدها تعرض خدمتك بمقابل، لكن هيكون مقابل بسيط، وهتتفاجئ إن عليك طلب كبير على خدمتك اللي أنت بتقدمها، وواحدة واحدة هتبدأ تتعرف في السوق وتتعرف للناس. طيب ورابع مجال وهو التسويق بالبريد الإلكتروني أو الإيميل ماركتينج. تخيل إن في شركات بتكسب من الإيميلات بس، يعني كل ما تبعت إيميل الناس بتفتح وبتشتري من خلال الإيميل اللي أنت بتبعته. ده مجال محدش بيتكلم عنه كتير، بس أرباحه كتير جدا جدا بطريقة مجنونة، لدرجة إن بعض البراندات بتكسب أكتر من 40% من مبيعاتها بسبب الإيميلات بس. طيب تبدأ إزاي بقى في المجال ده؟ هتستخدم موقع مجاني زي ميل شيم، وهتعمل قائمة تجريبية وتكتب إيميلات تسويقية، وبعدين تبدأ تتابع التحليلات وتشوف مين فتح الإيميل ومين اشترى من خلاله، وبعدها هتبدأ تعرض الخدمة دي لأي شركة بتبيع أونلاين، وده طبعا بعد ما تكون حققت من خلالها نتائج، حتى لو نتائج بسيطة، بس هتبدأ واحدة واحدة وهتبدأ تكبر فيها. طيب وخامس مجال وهو تصميم الكرياتيفز أو الإعلانات البصرية. لو عندك ذوق في التصميم فده هيكون مجالك، وده بيكون عبارة عن إعلانات السوشيال والبانرات والفيديوهات القصيرة، ودي كلها بتكون محتاجة كرياتيف يشد العين ويخطف الانتباه. طيب إزاي بقى تبدأ في مجال التصميم؟ هتستخدم مثلا موقع زي كانفا أو فوتوشوب لو أنت بتعرف تشتغل عليه وعندك خبرة فيه، ولو ما عندكش الموضوع سهل، تقدر تتعلم كانفا أو الفوتوشوب، كلهم حاجات بسيطة وتقدر تتعلمها بسهولة، وهتبدأ تعمل نماذج لإعلانات بنفسك كأنك شغال لشركة، وبعدين بقى هتبدأ تحطهم في بورتفوليو وتشاركهم على بيهانس أو انستجرام، وبعدها هتبدأ تعرض خدماتك لشركات صغيرة أو مسوقين محتاجين مصممين لسه مبتدئين وفي البداية ما يكونش شغلهم احترافي قوي عشان ما يكونش تكلفتهم أو سعرهم غالي. كل دي شغلانات أنت ممكن تتعلمها أونلاين ببلاش وتبدأ منها بيزنس حقيقي وأنت لسه قاعد في أوضتك أو في بيتك. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي إزاي تبدأ تتعلم. خلينا نقول مثلا إنك اخترت تبدأ مثلا بالكوبي رايتنج، فابدأ كده بخطة بسيطة من 3 مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة التعلم. في أول أسبوعين هتبدأ تشوف فيديوهات بالعربي والإنجليزي على اليوتيوب، هتتعلم من أي حاجة قدامك بتشوفها على اليوتيوب وتبدأ تتفرج عليها، وهتبدأ تقرأ كتب مثلا وليكن كتاب زي Everybody Writes، وهتسجل ملاحظاتك على كل فكرة جديدة هتبدأ تقراها أو تشوفها من خلال الفيديوهات. وتاني مرحلة وهي مرحلة التطبيق، هتبدأ تقلد الإعلانات الناجحة، وهتاخد مثلا إعلان شفته على فيسبوك وهتبدأ تكتب منه نسخة جديدة، بس تكون زي ما قلنا بأسلوبك وبطريقتك. ده هيخليك تبدأ تفهم عقلية العميل والمعلن بيفكر إزاي وإيه اللي بيعجبه وإيه اللي ما بيعجبوش. طيب وثالث مرحلة وهي مرحلة البناء أو مرحلة الانتشار أو مرحلة إن الناس تعرفك. لما تكتب 20 أو 30 إعلان كويسين اعملهم في بورتفوليو بسيط، ممكن مثلا يكون PDF على موقع زي موقع كانفا، أو بأي طريقة تعرف تعرض بيها البورتفوليو على العميل اللي أنت هتتعامل معاه أو هتتكلم معاه، وساعتها هتقدر تبدأ وتبعت وتعرض شغلك على أصحاب المشاريع أو على مواقع زي مثلا أب وورك أو خمسات أو حتى مستقل زي ما قلنا قبل كده. طيب إزاي بقى تبدأ تحول المهارة دي لبزنس؟ دلوقتي مثلا أنت عندك مهارة وليكن الكوبي رايتنج أو الميديا باينج مثلا، أي مهارة من المهارات اللي احنا قلنا عليهم، إزاي تحول بقى ده لبزنس؟ ببساطة هتبدأ تقدم الخدمة دي لشركات صغيرة أو براندات لسه ناشئة حواليك. اعمل بوست مجاني لبراند صغير مثلا مقابل انك هتضيفه في البورتفوليو، ما تركزش مع الفلوس اللي انت هتاخدها في البدايه حتى لو اشتغلته بشكل مجاني. هتبدا مثلا زي ما قلنا تشتغل مع 3 عملاء وليكن ببلاش او بسعر رمزي عشان بس تبني ثقه وشهادات عملاء، وبعدها هتبدا ترفع سعرك تدريجيا كل ما هيجي لك عميل جديد، ومع الوقت هتبدا تتحول من فريلانسر لواحد عنده ايجنسي او وكاله تسويقيه صغيره بتبدا من البيت، وبتبدا واحده واحده بتوظف معاك ناس وبتاخد مشاريع اكبر، وكل ده بدأ من ان انت اتعلمت مهاره واحده بس وبدأت فيها من بيتك. طيب ليه المجال ده هو الافضل ليك دلوقتي؟ النهارده كل بيزنس صغير او كبير بيكون محتاج التسويق، مفيش مشروع يقدر يعيش من غيره، وده معناه ان الطلب على الناس اللي بتفهم في التسويق بقى عالي جدا جدا في السوق، وهيكتر كمان في الفتره اللي جايه. والجميل بقى انك مش محتاج لا شهاده ولا حتى محتاج واسطه عشان تدخلك المجال، كل اللي انت محتاجه هو انك تتعلم وتطبق وتصبر لحد ما يجيلك العميل، وبمجرد ما يجيلك العميل شغلك هو اللي هيتكلم عنك، والعميل ده هيبدأ يسوقك لاصحابه والناس اللي يعرفهم، وانت تقدر حرفيا تغير حياتك خلال سنة واحدة بس لو التزمت واستمريت في التعلم. يعني لو انت بتتفرج على الفيديو ده
ومستني انك تبدا، فهي دي الاشاره. يلا ابدا النهارده، مستني ايه؟ واختار مجال واحد بس من المجالات اللي قلناهم. انا ما رضيتش اقول لك اكتر من 5 مجالات عشان ما شتتكش واخليك تفضل تقول انا عايز اتعلم ايه. حصرتهم لك في اهم 5 مجالات بس هم دلوقتي مطلوبين في السوق، لازم تتعلم وتبدا خطوه كل يوم. وافتكر دايما، انت مش محتاج تكون جاهز عشان تبدا، انت محتاج بس انك تبدا، وهتجهز وهتتطور في الطريق وانت ماشي. ولو عايزني ان شاء الله اعمل لك فيديو تاني اشرح فيه بالتفصيل ازاي تبدا في مجال معين زي مثلا الكوبي رايتنج او الميديا باينج او السوشيال ميديا او اي حاجه من اللي قلناهم من الصفر، اكتب لي بس في الكومنتات المجال اللي انت نفسك تبدا فيه، واكتر مجال ممكن الاقي عليه كومنتات ان شاء الله هشرحه بالتفصيل، وابدا اشرح ازاي تتعلمه، واعمل لك خطه ان شاء الله لطريقه التعلم بتاعتك ديت لمده سنه كامله. يا ريت بقى تشترك في القناه عشان تشوف الخطوات اللي جايه، وما تنساش طبعا اللايك الجميل بتاعك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.